ده اداء وحش قوي من الاهلي ومارسيل كولر وتأليف في مباراة كاس السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمة في مدينة الطائف في السعودية، وخسارة الاهلي للقب قدام فريق جزائري للمرة الثانية ليه. الاهلي بيقدم مباراة كبيرة جدا قدام خصم قوي وخصم شرس جدا قدام فريق المصري البورسعيدي. والمصري البورسعيدي اللي بيدربه من السنة اللي فاتت او اواخر السنة اللي فاتت كان علي ماهر، وكلنا عارفين علي ماهر وطبيعة ماتشات الاهلي قدام علي ماهر. علي ماهر دايما قدام الاهلي بينزل بشكل قوي جدا، بينزل مقفل الجيم قوي، بينزل بيلعب الاهلي كأنها مباراة حياة او موت. وده كان بيكمن فيه صعوبة المباراة قدام مارسيل كولر. ولنا في السنة اللي فاتت عبرة، مارسيل كولر كان بيلاعب فيوتشر وعلي ماهر كان بيدرب فيوتشر، والاهلي ما قدرش يغلب فيوتشر السنة اللي فاتت لا ذهاب ولا عودة. حتى مباراة المصري في الكاس بعد ما راح علي ماهر للمصري